اهلا بك يا هندسه في الفيديو الرابع من سلسله مشوار مبرمج. هنتكلم في الفيديو ده عن محطه الانجليزي وايه علاقه الانجليزي بالبرمجه وهل لازم تتعلمه ولا لا. اوعى تبدا تتعلم برمجه قبل ما تسمع الفيديو ده، لان في ناس بتقعد سنه واتنين تتعلم برمجه وفي الاخر تكتشف ان المشكله مش في البرمجه اصلا، اللغه اللي الكل سايبها على جنب. والحقيقه ان دي واحده من اهم الحاجات في المجال، لان ببساطه البرمجه اصلا معموله بالانجليزي والكورسات بالانجليزي والاخطاء اللي هتقابلك بالانجليزي، حتى الاي اي نفسه بيتعامل بشكل اساسي بالانجليزي. فلو انت داخل المجال ومفكر نفسك هتهرب من اللغه، للاسف دي مش هيحصل. بس استنى، دي مش معناه انك لازم تكون بتتكلم شبه الامريكي، يعني انت بس محتاج تفهم الاساسيات اللي هتخليك تتحرك في المجال من غير ما تقف كل شويه، وكمان هتفيدك على المستوى الشخصي. ان شاء الله في الفيديو ده هفهمك الدنيا ماشيه ازاي وهوضح لك الموضوع بالتفاصيل. فاعمل لايك وفولو وصلي على النبي ويلا. اكبر غلطه انت بتعملها هو انك بتقول انا عاوز اتعلم انجليزي الاول وبعدين ادخل مجال البرمجه. الصح هو انك تتعلم برمجه وفي نفس الوقت تتعلم انجليزي برضه. يعني مثلا لو بتذاكر برمجه ساعتين، ادي ساعه للانجليزي، كده انت بتذاكر ساعتين للبرمجه وساعه للانجليزي. بعد سنه او اتنين، يعني بعد فتره مثلا، هيكون مستواك اتحسن شويه في الانجليزي، الساعه هتبقى نص والنص هيبقى ربع، فوقت الانجليزي بيقل مع وقت البرمجه هيبقى ثابت، وده يفرق معاك. اهم حاجه بس تستمر وما تكسلش. الانجليزي بتاع المبرمجين مختلف عن الانجليزي اللي انت عارفه. انت مش محتاج تحفظ كلمات ولا قواعد، ولا انت محتاج بس تسمع شويه، تقرا شويه، تحفظ شويه كلمات اللي لها علاقه بمجالك، ومع الوقت هتلاقي مستواك بيتحسن. يعني مثلا وانت بتتعلم اي لغه، اكتب في ورقه صغيره الكلمات الجديده عليك علشان تعرف تحفظها وترجع لها بعدين وتثبت معاك، وقصادها معناها بالعربي. يعني مثلا الكلمه بالانجليزي وقصادها معناها بالعربي. بعد فتره هتلاقي نفسك فاهم الدنيا اكتر والمذاكره بقت اسهل، لان مخك بطبيعته بيتعود بالتدريب. وطبعا لو عايز تقوي نفسك في الانجليزي اكتر واكتر، اتفرج على قناه مستر ابراهيم عادل على اليوتيوب، عامل جمدان على اليوتيوب وهيفرق معاك على المستوى الشخصي بعيد عن البرمجه. ده لو انت عاوز تطور الانجليزي بتاعك مع نفسك، فاهمني؟ نصيحتي ليك ما تخليش ضعفك في الانجليزي يوقفك، لان كل اللي شغالين دلوقتي كانوا في يوم من الايام زيك. الفرق الوحيد انهم ما وقفوش وكملوا واستمروا. فالخلاصه، لو عاوز تكون مبرمج شاطر لازم تخلي الانجليزي جزء من رحلتك، واستمر وتعلم على طول. وكل ما تطور من لغتك اكتر، كل ما فرصتك في التعليم وفي السفر وفي الشغل هتكتر بكتير. بس كده، كان معاكم محمد لطيف من قناه برمجه بذكاء. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، وصلوا على النبي.